هعمل معاكم النهاردة أحلى وصفة للكنافة بطريقة بسيطة وسهلة وهتوصلوا بيها لنتيجة مش هتتخيلوها. لو ما بتنجحش معاكم عايزاكم تجربوها بطريقتي وتشوفوها النتيجة هتكون عاملة ازاي. بس لو أول مرة تشوفوني أتمنى انكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد أنا بعمله. يلا بينا على المكونات. أول حاجة بجهزها الشربات لأني بحتاجه إنه يكون بارد تماما، فبحط كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المية، ما بقلبهمش خالص ولا باجي جنبهم، وبرفعها على النار لحد ما السكر يدوب لوحده تماما. بعد كده بعصر عليها عصرة نص ليمونة وبسيبه يغلي حوالي 15 دقيقة، وبعد كده بسيبه يبرد خالص، بنبقى محتاجينه يكون بارد تماما. شربات الكنافة بارد والكنافة سخنة. بعد كده بفرم الكنافة، يا اما بقطعها بسكينة زي ما انتوا شايفين كده، او بايديا عادي بقطعها وبحطها في الكبة. انا بحب افرمها فرم ناعم. الاول الكنافة بشيلها في الفريزر مش اقل من ساعة ونص ساعتين، بعد كده افرمها. طب لو ما عنديش كبة بايديا في بولة كده وهقعد افركها بايديا كويس قوي لحد ما برضه هوصلها لنفس النتيجة. بس انا بستسهل الكبة فبقطعها فيها وبفرمها على طول. وده شكلها بعد ما اتفرمت، بصوا بتكون ناعمة خالص ازاي. حطيتها في البولة اللي معايا، وبعد كده هضيف عليها كوباية من السمنة. مش شرط كوباية سمنة، ممكن خليط ما بين زيت وسمنة، بس زيت يكون نوع كويس عشان ريحته ما تكونش باينة مش لطيفة في الكنافة، او سمنة وزبدة. الزبدة على فكرة بتخلي الكنافة برضو تكون طرية. فانا كان معايا كوباية هنا من السمنة، ضفتها كده على الكنافة وهبدأ اغلف الكنافة كلها بالسمنة كويس قوي. طبعا انا كملت بايديا لان بالمعلقة مش هينفع. شربت الكنافة كده من السمنة واتأكدت ان كل حتة في الكنافة شربت من السمنة كويس. اتأكد كويس قوي كده تمام. بعد كده معايا صينية، ضروري تكون مدهونة سمنة كويس قوي، ما ينفعش قليل عشان اعرف اقلب الصينية وفي نفس الوقت تاخد لون حلو من تحت. حطيت عليها نقطتين 3 بس من لون طعام احمر، ممكن ما تحطوهوش مش مشكلة خالص. حطيته وبحط 3/4 الكنافة او اقل من ال3/4، حاجة بسيطة، قاعدة وجناب. ببدأ انزل كده جزء من الكنافة واعمل بايديا كده كويس قوي، وبرفع في الجناب كمان، وبفضل اخد بقى محطش كل مرة واحدة عشان اعرف اوزع كويس في الجناب. الحتت اللي احس ان هي مش واخدة كنافة كويس احط، وبجيب صينية مقاس اصغر. ضروري الخطوة دي بتخلي الكنافة تتكبس معاكي كبسة جامدة جدا. اضغط بيها لتحت وبعد كده بشدها على الجناب لحد ما تبقى معايا بالشكل ده. بحطها جنبي وفي الوقت ده بعمل الكريمة بتاعة الكنافة. تمام، ما بعملش الكريمة الاول قبل ما ابدأ بالكنافة عشان لازم تكون الكريمة سايلة. بعملها ازاي؟ كوبايتين من اللبن عليهم معلقتين من النشا، معلقتين هرميين مليانين خالص كده، ومعلقة قشطة بلدي، وشوية من الفانيليا السايلة. الفانيليا السايلة على فكرة بتدي طعم وريحة حلوة جدا، بس لو مش متوفرة ممكن عادي من الباكيتات. بقلب على البارد كويس قوي لحد ما اتاكد ان النشا كله داب. بعد كده برفعها على النار لحد ما توصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده كده، تكون كريمي خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه. وباكد ان ما ينفعش اعمل المهلبيه واسيبها وبعد كده ابدا افرك الكنافه واحطها، هتكون جمدت وفردها هيكون صعب معايا جدا في الكنافه. وهي سخنه زي ما هي كده ببدا احطها على الكنافه. المقدار ده كويس جدا، اللي هو مقدار كوبايتين اللبن بيبقى مناسب جدا على نص الكنافة. بسيبها زي ما هي جنبي كده حوالي 10 دقايق ربع ساعة لحد ما لا بحط صبعي من فوق ما لهاش سايلة مسكت نفسها، عشان لما اوزع الكنافة اعرف اتعامل كويس عليها واضغط ما يهمنيش. بس طبعا مش ضغطة قوية لان حتى لو ضغطت جامد هتطلع، لكن اعرف اسويها بالراحة كده. بعد كده ضفت بقى باقي الكنافة وبإيديا كده بالراحة، واشوف الاماكن اللي مش واخدة كنافة كويس او فيها فروقات، اضيف بقى شوية الاخر من الكنافة عليها. طبعا منساش ان انا الفرن مشغلاه على 180 من قبلها لحد ما يسخن كويس خالص، وبدخل الكنافة في الرف اللي في النص على الشبكة يعني.
بتاخد معايا قد ايه والله، يعني على حسب طبعا فرن كل واحد، بس هوريكم علامات تتبعوها. يعني هنا انا جهزتها ودخلتها خلاص الفرن. بصوا بقى لما طلعت، بصوا الحروف سايبة ازاي. لما الحروف تسيب خالص الصينية كده تعرفوا ان هي اتحمرت كويس قوي. طيب انا ساعات مثلا ببقى مش متأكدة وعايزة اتأكد، بجيب اي حاجة مسطحة وبقلبها عليها واشوف من تحت شكلها ايه. لقيتها لسه، باجي مرجعها في الصينية تاني ومدخلها الفرن. بعد كده بفتح عليها الشواية لحد ما تاخد اللون، واخلي بالي عشان بتاخد لون سريع جدا. فتحت الشواية واخدت لون، بطلعتها بحط نص الشربات عليها على الوش يعني، وبعد كده بقلبها زي ما انتوا شفتوا في طبق واسع كده، وبحط باقي الشربات على القاعدة دي اللي هي بقى الوش بتاعي، لان هي اللي انضغطت ضغطة كويسة. تمام. يعني انا لما طلعتها ضفت نص الشربات، وباجي قلبها على طول، ما بستناش، يا دوب بتشرب الشربات نيجي قلبها واجي ضايفة باقي الشربات. بص طبعا كل ما بتشرب كده الشربات تعرف ان هي ناجحة جدا. بص كده اخر شوية شربات في النص شربتهم على طول ازاي. بغطيها 10 دقايق عشان الكنافة تكون طرية. بعد كده بشيلها وابدأ اقطع. كل ما هدت من الحرارة كل ما تعرفي تقطعيها احسن والقطعة تطلع معاكي متساوية. بصوا جمالها، طرية خالص وحلوة جدا. بصوا واخدة لون عامل ازاي، كله زي بعض، مفيش حتة متغيرة عن حتة. ده لاني بتابعها كويس قوي في النار، بتاخد معايا مش اقل من 50 دقيقة مثلا. تمام. لو درجة الحرارة عندك عالية ممكن نص ساعة او 35 دقيقة. بس طبعا كل فرن بتختلف. بصوا بقى جمالها والطبقات، كمان الكريمة طعمها بيكون حلو جدا. ممكن تضيفي معلقتين من بودرة كريم شانتيه. بصوا بقى جميلة جدا والكريمة كمان طرية. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. باي باي.